تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودم بكتاب الله والسنن التي وإن هذا الدين كان للأولين عافية وسيصيب الآخرين منه بلاء وفتن. أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: أتيت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس تحت ظل الكعبة وإذا الناس حوله، فانتهت إليهم فسمعته يقول: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر إذ نزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشره أي مع دابته، إذ سمعنا منادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينادي: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فلما اجتمعنا حوله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه لم يكن نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها أمور تنكرونها وفتن، فتجيء الفتنة يرقق بعضها بعضا، أي الفتنة التي تذهب أيسر وأخف من الفتنة التي تجيء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هكذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحذرنا من تتابع الفتن في آخر الزمان وتقاربها وشدتها على الأمة الإسلامية. ألا وإن من الفتن التي عصفت بالأمة الإسلامية فتنة إظهار الحق على غير وجهه الحقيقي. قوم يتلبسون بالحق وهم دعاة الباطل، قوم يتلبسون بالسنة وهم دعاة البدعة، قوم يتظاهرون بالاجتماع وهم دعاة الافتراق. وصفهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: كيف أنتم إذا أضلتكم فتنة يهرب فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتمسك بها الناس على أنها سنة، فإذا تركت قال الناس تركت السنة. قالوا: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم وتعلم لأجل الدنيا وتفقه لغير الدين. كثر القراء الذين يدعون أنهم علماء وهم أبعد عن العلم بمكان. كثر الذين يظهرون للناس على أنهم أمناء وهم أخول الخونة، خانوا العلم وخانوا السنة وخانوا منهج السلف وخانوا منهج الصحابة وتزينوا للناس على أنهم دعاة حق وهم دعاة باطل، حتى أصبح المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعيش غريبا في مجتمعه، غريبا لأنه موحد وهم أهل شرك، غريب لأنه سني وهم أهل بدعة، غريب لأنه مقتف لمنهج الصحابة وهم مقتفون لمنهج الخلف الضلال.
وكثرت هذه الفتن حتى صدق فينا قول سهل بن عبد الله التستري عليه رحمة الله: عليكم بالسنة والأثر، عليكم بالسنة والأثر، فإنه يأتي زمان عما قليل من أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمسك بها أذلوه وأهالوه ونفروا عنه وسبوه وشتموه، وما ذنبه إلا أنه تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالطريق يا عباد الله إلى الله طريق طويل، من مشى عليه فليوطن نفسه على حقد الجهال وأهل البدع فيه، ولينتظر أذيتهم، وليوطن نفسه على تحذيرهم منه وتنفير الناس عنه. هذا أحمد بن نصر الخزاعي عليه رحمة الله، أحد أئمة الإسلام، أحد أعلام هذه الأمة، يوم أن كانت فتنة خلق القرآن وامتحن فيها أهل السنة امتحانا شديدا، وابتلوا فيها ابتلاء عظيما، وزلزلوا فيها زلزالا عظيما، وخاف فيها أهل السنة خوفا شديدا حتى بلغت القلوب منهم الحناجر. دعاه الواثق أمير المؤمنين إلى أن يحاكمه ويمتحنه في عقيدته تجاه القرآن، فعلم عليه رحمة الله أنه مقتول لا محالة، فتكفف وتحنق ولبس سروالا وشد على عورته ما يسترها إن قتل، ثم دخل مجلس الواثق فقال له أمير المؤمنين الواثق: ما تقول في القرآن؟ قال أحمد بن نصر الخزاعي: هو كلام الله. قال: أمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله. فقال له الواثق: فماذا تقول في ربك؟ أتراه يوم القيامة؟ قال: بهذه جاءت الأخبار من القرآن والسنة. قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فقال الواثق: إني أكفر برب هذا وصفه. ثم استشار من حوله من قضاة السوء ودعاة الباطل: ما تقولون فيه؟ فقال رجل ممن كان قاضيا سابقا وكان موادا لأحمد بن نصر الخزاعي، قال: يا أمير المؤمنين، هو حلال الدم. وقال آخر: يا أمير المؤمنين، اسقني دمه. وقال رأس الضلالة أحمد بن دؤاد: هو كافر يستتاب، لعل في عقله جنون. فقال أمير المؤمنين الواثق: إذا قمت إليه فلا يقوم أحد معي، إني أحتسب خطايا إلى الله، يتقرب إلى الله بقتل أهل السنة. ثم حكم الصمصامة وهو سيف فيه صحيفة في آخرها مسامير، حتى انتهى إليه وأحمد بن نصر مربوط في حبل وملقا على الأرض، فضربه بالسيف على عاتقه، ثم ضربه بأخرى على رأسه، ثم طعنه بالصمصامة على بطنه فخر صريعا قتيلا، رحمه الله رحمة واسعة. ثم فصل رأسه عن جسده وصلب جسده ورفع رأسه وجعلت فيه رقعة في أذنه مكتوب فيها: هذا رأس الكافر المشرك الضال. أحمد بن نصر الخزاعي ممن قتله أمير المؤمنين الواثق بالله بعد أن امتحنه في خلق القرآن والتشبيه وعرض عليه التوبة والرجوع إلى الحق فأبى،
عجل الله به إلى ناره وعذاب أليمه. ما ذنبه إلا أنه تمسك بما كان عليه النبي